في حاجات كده انت لازم تعملها قبل ما تبدا تنشر اول فيديو ليك على القناه، ومنهم حاجات كده من بساطتها انت ما كنتش تتخيل انها ممكن تفرق في انتشار قناتك. مش هنرغي كتير، نخش في الموضوع على طول. اول حاجه، انت لما بتعمل اكونت جوجل وتبدا تعمل القناه بتاعتك وتختار اسمها، هتلاقي 3 حاجات: البانر، صوره القناه، الوصف. معظم الناس بتعمل صوره للقناه بس بتنسى تعمل بانر، والبانر هنا اهميته مش عشان القناه يبقى شكلها حلو، انما اهميتها اننا نثبت لليوتيوب ان القناه دي ما فيهاش اي سبام، وان شخص عادي هو اللي بيعمل الفيديوهات وبيهتم باقل التفاصيل. مش لازم تعمل بانر احترافي قوي، حتى لو تعمل صوره سوليد خالص وتكتب عليها مثلا اشترك، تعمل عليها اسمك، بس ما ينفعش تسيبها فاضيه. وتاني حاجه احنا بننساها هي الوصف. مش مهم خالص تعمل يجي 20 سطر، الوصف بيبقى طالب منك 500 حرف، مش شرط خالص تعمل ال 500، حتى لو هتعمل كلمة واحدة أو كلمتين. أضعف الإيمان خالص، أنت لو قناة جيمنج اكتب قناة جيمنج، لو قناة أخبار اكتب قناة أخبار، كلمتين 3 تعرف بيهم بس الخوارزميات القناة بتاعتك بتتكلم عن إيه. بعد كده هنبدأ نخش على إعدادات القناة، هتلاقيه بيطلب منك تختار البلد بتاعتك، ودي مهمة جدا لأن أول دفعة للفيديوهات بتاعتك هتبقى داخل البلد اللي أنت مختارها. ومش معنى كده إن الفيديوهات بتاعتك مش هتظهر في بقية الدول، هتظهر عادي، لكن أول دفعة هتكون من البلد اللي أنت مختارها، ودي افضل حاجه، لان قناتك مش هتنجح الا باولاد بلدك. لو اولاد بلدك ما نجحوش القناه بتاعتك مش هتبقى مهمه للبلاد التانية. بعد كده هتلاقي خانه الكلمات المفتاحيه، ودي تقدر تكتب فيها كلمتين او 3 ليهم علاقه مباشره بالفيديو، ولو مش عارف تكتب ايه سيبها فاضيه احسن، ما تلعبش فيها. وانا عملت فيديو مخصوص عن الكلمات المفتاحيه ده هيظهر لكم دلوقتي، يا ريت تتفرجوا عليه. بعد كده هنخش على الاعدادات المتقدمه للقناه، ودي مهمه جدا وحساسه جدا. اول حاجه هيطلب منك انك تفعل رقم التليفون بتاعك، ومهم جدا انك تفعله، ما ينفعش تسيبه، لان من غيره القناه بتاعتك مش هتتشاف ولا هيبدا يفتح لك ميزات تانية زي ميزات الصوره المصغره. فمبدئيا كده تبدا تفعل الرقم بتاعك، وكل فترة على اليوتيوب ومختلفة عن التانية. انا فعلت قنوات كتير جدا وكل قناة منهم كان ليها ظروف مختلفة. يعني في قناة مثلا كان طالب مني رقم تليفون وما كانش بيقبل اي ارقام تليفونات غير رقم فودافون، وفي قناة تانية ما بيقبلش فيها اي ارقام غير ارقام اورنج، وفي فترة تالتة كان بيقبل فيها اي رقم تليفون عادي. فمهم جدا لما تيجي تدخل الرقم بتاعك قدامك محاولتين بس. اول محاولة لو دخلت رقم التليفون وقال لك الرقم ده مش مقبول، تاني محاولة هتكتب رقم تاني، ما تكتبش نفس الرقم، هو خلاص قال لك مش مقبول، ما تفتكرش ان دي تهنيجه من اليوتيوب، لا خليك كده هادي واعمل رقم تاني على طول، ما تضيعش المحاولات على نفسك. وطبعا خليك ذكي واختار رقم من شبكه تانية، رقم اخوك، والدتك، اي حد تاني تكون واثق فيه. لو تاني محاوله قال لك ان الرقم ده برضو مش مقبول، اقفل وما تكملش حاجه دلوقتي خالص. ودي تركية مهمه جدا، ارجع بعد 3 أو 4 ساعات ابدا من تاني، لان لو عملت 3 محاوله والرقم اترفض ساعتها هيقولك انت استنفذت محاولاتك، حاول في وقت تاني، والوقت التاني ده للاسف ممكن يعدي الشهر. فخليك حذر جدا في المرحله دي. وبرضه في اوقات كتير يقبل الرقم بتاعك ويقولك هيبعت لك الرساله وتلاقيه ما بيبعتش اي رسايل، من تاني محاوله ما بعتش برضه الرسايل، ما تحاولش دلوقتي، استنى كمان 3 أو 4 ساعات، حاول تاني. بعد ما بتفعل رقم التليفون بتاعك هيتفتح لك اعداد تالت، هيطلب منك يا اما ترفع اثبات الشخصيه بتاعك يا اما ترفع فيديو 6 ثواني، وده عشان اليوتيوب عايز يتاكد ان انت انسان، لان في الفترات الاخيره كان في جهات تانية زي هاكر او اختراقات بتستخدم فيديوهات على اليوتيوب، فهو عايز يتاكد ان انت مش سبام وان انت بني ادم بجد. فالمرحله دي هو مش بيغلس عليك، دي لمصلحتك، يا اما تعمل الفيديو يا اما ترفع البطاقه بتاعتك، وبعدها بربع ساعه او نص ساعه هيبعت لك ايميل يقول لك ان الميزات بتاعتك اتفتحت كلها، وتقدر من دلوقتي الفيديو بتاعك ينتشر وتقدر ترفع صوره مصغره بسهوله. في حاجه مهمه قوي كمان معظم الناس ما بتاخدش بالها منها، القناه بتاعتك لازم تبقى نشطه. يعني ما ينفعش انك تعمل اكونت جوجل وتفتح القناه بتاعتك وتنزل اول فيديو ليك في نفس اليوم. على الاقل خالص بعد ما بتفتح القناه بتستنى حوالي 5 أو 6 ايام، في خلال ال5 أو 6 ايام دول لازم يبقى فيه نشاط على الاكونت بتاعك. يعني تبدأ تخش على فيديوهات، تعمل اشتراكات، تعمل لايكات، تعمل تعليقات على فيديوهات، ويفضل يعني تبقى فيديوهات قريبة قوي من المحتوى بتاعك. وعلى قد ما تقدر القناة بتاعتك تبقى نشطة، ما ينفعش قناة خاملة تماما ما اتفرجتش ولا على اي فيديو تقوم هي منزلة فيديو، وده مش هيموت الفيديو بتاعك. يعني ما تتخيلش انت لو ما عملتش اللي انا قلت لك عليه ده الفيديو بتاعك ده محدش هيشوفه. بس دي تريكات مهمة بتفرق في انتشار القناة، وبتفرق في اول دفعة بتجيلك وسرعة المشاهدات. يعني بدل ما عدد مرات الظهور بتاعتك ما يبقوا 3000، بالحاجات اللي انا قلت لك عليها دي هتوصل ل 11 و12 الف في اول فيديو. ولو اول فيديو عندك قوي والصوره المصغره قويه مع عدد مرات الظهور القوي ده، انت ممكن قناتك تفرقع من اول فيديو. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك، وتسيب لي كومنت بسيط تدعمني فيه. سلام.